ادهلنا. ومن ضمن الاستمتاع ده هي العلاقة الجسدية زي ما انتم فاهمين اللي بتكون بيني وبين جوزي. علشان كده برغم صعوبات الحياة بعيدة عن أهلي إلا إني وافقت إن أنا أسافر معاه، علشان ما كانش عندي أي استعداد إن أنا أكون في بلد وهو في بلد تانية، لأن صعب عليا إن أنا أستحمل العيشة دي، خصوصا وأن علاقتي أنا وجوزي ما كانتش علاقة عادية. يعني العلاقة الحميمة بالنسبة لنا كانت حاجة ليها قيمتها اللي احنا بنعتز بيها. احنا الاتنين احنا الاتنين بنعملها بإحساس وبحب واستمرار، وبنحاول ان احنا ننبسط فيها على قد ما بنقدر. وبعد ما سافرنا كمان للدولة الأوروبية دي بقى عندنا تفتح أكتر للحاجات دي. هناك بجد بتدرس ومفيش أي خجل ولا كلام فيها، يعني أي كلام فيها عادي. وكمان في أدوية علشان تساعد الراجل والست على الاستمتاع بالعلاقة الزوجية اللي ما بينهم. أنا طول عمري دي طبيعتي وأنا بحب العلاقة، وعلشان كده مرضتش أسيب جوزي، وفعلا عشت معاه حياتي اللي من خلالها خلفت منه ولد وبنت. والولاد كبروا رغم ان انا وصلت لسن 50، الا ان انا لسه انا وهو بنستمتع بالحاجة دي. والحاجة دي بالنسبة لنا هي حاجة زي ما قلت لكم مهمة جدا جدا، زي الاكل والشرب والهواء. بنحب نعملها وما ينفعش ابدا ان هي ما تحصلش. جوزي كان قوي جدا معايا، ولما توفى كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي. أول حاجة حسيت بفقدانها هي كانت الحاجة دي اللي ما بيني وما بينه. يعني كان سايبنا في بيت كويس، كان سايبنا في أمورنا المادية أحسن حال، مفيش أي مشاكل ولا أي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي فرقت معايا وبعد ما الوقت عدى وبعد صدمتي من موته ما عدت خلاص لقيت نفسي محتاجاها، هي الحاجة اللي كانت ما بيني وما بينه وما بين أي زوج وزوجة. ولأن أنا فعلا ما بقدرش أعيش من غيرها، وبعد وصولي كمان للسن ده إلا إني كنت محافظة على نفسي، وكانت بالنسبة لي برضو هي حاجة ضرورية وما ينفعش أعيش من غيرها. فلما كلمت بعض المعارف والأصدقاء اللي هناك فاقترحوا عليا إن أنا مفيش مشكلة إن أنا أتجوز، ودي حاجة عادية وطبيعية إن أنا أتجوز حتى أيا كانت إيه هي الأسباب. فكانت ساعتها أنا عندي ولد وبنت. بنتي كانت اتجوزت في حياة أبوها، باباها كان عايش، وبرضه اتجوزت واحد مش أجنبي، اتجوزت واحد عربي، ولكن برضه بيشتغل هناك وكانت عايشة معاه وكويسة، وكمان خلفت وحياتها مستقرة جدا. وما كانش طبعا فاضل غير أنا وابني اللي بمنتهى البساطة ابني كان عنده في الوقت ده 20 سنة. احنا الصراحة كنا عايشين على الطريقة الأوروبية أكتر، يعني ابني كان ليه علاقات وكان ليه أصدقاء وكان بيمارس حياته بشكل عادي زيهم. يعني ما كانش مثلا احنا متمسكين بعادات العرب أو تقاليدهم أو بالكلام ده، لأن كنا متفتحين جدا مع الدولة اللي احنا عايشين فيها وبنتعامل عادي جدا، ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة. ابني كان بيشرب خمور وكان كان ليه صداقات وكل حاجة طبيعية، وأوقات كتير كان بيبات عند صاحباته برا البيت والكلام ده، حتى في وجود أبوه الله يرحمه. بعد كده لما لقيت نفسي فعلا محطوطة في موقف صعب حاولت ان انا اتغاضى الاحساس والمشاعر دي واكبتها جوايا لمدة سنة كاملة. مش قادرة بجد، يعني الموضوع فارق لي جدا ومأثر فيا. وعلشان انا ما كانش في تفكيري ان انا اعمل اي حاجة غلط او حرام، اقتنعت بفكرة الأصدقاء المقربين إن هي الحياة بتبتدي بعد 60، وإن في ناس كتير جدا بتتجوز وتقدري إن انت تتجوزي وتعيشي حياتك، والحياة أبقى من الميت وانت مش ضامنة ممكن تعيشي قد ايه، ما انت ممكن تعيشي كتير، طب ليه تعيشي محرومة؟ وطبعا مع حبي والاستمتاع بالشيء ده ابتديت إن أنا أعرض الفكرة الأول على بنتي، لأن أنا كنت خايفة، يعني متخوفة منها ان هي بنتي وممكن تتحسس من الموضوع ده. فلما كلمتها لقيتها رحبت جدا بالفكرة،
وقالت لي: وايه المشكلة يا ماما؟ انت من حقك ان انت تتجوزي، ودي حاجة مش عيب ولا غلط ولا حرام، ربنا محللها. علشان كده انت يعني احتياجك الجسدي حاجة ضرورية بالنسبة لك، وانت بتحبي الشيء ده، فأكيد طبعا أنا برحب جدا بالفكرة. حتى جوزها سمع الكلام ده وكده، وبرضه قال لي نفس الكلام. قال لي: اللي حضرتك يعني مش كبيرة قوي ولا حاجة، ومن حقك ان انت تعيشي حياة سعيدة في الفترة اللي باقيالك من عمرك، ايا كانت هي قد ايه. وانا مع جدا ان انت ترتبطي وتتجوزي، مفيش اي مشكلة، ومفيش يعني مش شايف ان فيها حاجة، ولا تخجلي منها ولا تخليكي مكسوفة ولا اي شيء. وقد كان فعلا خلاص بقى ابتديت ان انا احط الفكرة قصاد عيني، ان انا بقى هخرج عادي واطلع عادي واسهر عادي، لحد ما كمان حد من صحباتي قالوا لي ان هم كمان ممكن يشوفوا لي عريس. الموضوع ده عندهم عادي جدا يا جماعة. ما كنتش عايزة يعني ألجأ لأن أنا يكون في حاجة بيني وبين شخص من غير جواز، وكان بالنسبة لي إن الموضوع خلاص كده بقى سهل. فقعدت بقى مع ابني في يوم من الأيام وكلمته في التليفون وقلت له إن أنا عايزاك النهاردة تكون موجود في البيت، يعني ما تسهرش بره وكده، علشان عايزة أتكلم معاك في شيء ضروري. جه فعلا، واللي كان عنده ساعتها 20 سنة زي ما قلت لكم. أول حاجة قلت له: أنت عارف طبعا إن باباك كده يعني ميت بقاله تقريبا سنة، وأنا حاسة إن أنا مفتقداه جدا في حاجات مش هقدر إن أنا أتكلم معاك فيها، لكن أنا محتاجاها دلوقتي، ومحتاجة إن أنا أتجوز وأدور على عريس، أو يعني في أصدقاء مقربين وبيقولوا لي إن هم هيلاقوا لي عريس وهتتجوز، وأنا في طريقي إن أنا أتعرف على حد علشان نتجوز، مش علشان أعمل حاجة غلط، ولا أصحاب بقى ولا أمشي ولا الكلام من ده. فلقيت ابني بيتكلم معايا بجراءة غير طبيعية. أول حاجة بيقولي: هو أنت عايزة تتجوزي واحد علشان يحصل ما بينكم زي ما بيحصل ما بين أي اتنين متجوزين؟ فأنا طبعا اتصدمت من الكلمة، مهما كان التفتح اللي احنا فيه، إلا إن أنا عمري ما اتكلمت مع ابني في الكلام ده. فقلت له: أنت مجنون ولا إيه؟ إيه الكلمة اللي أنت قلتها دي؟ اتكلم معايا بأدب. راح قال لي: لأ، ما هو كده معناها، ما انتي ايه اللي انتي محتاجاه من بابا يعني بعد موته؟ ما انتيش لاقياه، يعني فلوس موجودة وبيت وموجود، كل حاجة موجودة، ما فضلش غير ايه؟ غير النوم. فما ردتش بقى وما رضيتش ارد عليه، ورحت قايله له ايا كان ايه هو السبب فانا محتاجاه، ومحتاجة ان انا اتجوز، وانا سألت اختك وحتى جوز اختك مش محرج ولا حاجة. وقال لي: بالعكس، انتي عندك حق، يعني كده ما فاضلش غيرك انت. راح قايل لي: طب انت يا ماما بتعملي كده ليه؟ ما انا هو موجود. رحت لطشه حته دين قلم على وشه، لان الكلمه بتاعته صدمتني فيه. لقيته بصلي كده وبيقول لي: انت بتضربيني ليه؟ مش انت عايزه واحد يعمل كذا؟ وقالها لي كده لفظيا. رحت ضرباه تاني بالقلم. قال لي: انا بوفر على ان انت تروحي تتجوزي راجل عجوز من سنك، انما انا شاب وصغير، والحاجات دي على فكرة عادي، في اصدقاء كتير اعرفهم هنا بيعملوا العلاقات دي عادي. واللي انا فهمت منه بعد كده ان هو حضر علاقة ثلاثية مع واحد زميله، وواحد مع امه او يمكن قريبته. يعني يعني ما كنتش قريبة جدا، او ما كنتش قريبة كفاية من ابني ان انا اعرفه وافهمه ان هو بيبقى فين، وان انا اكون كل اللي في خيالي ان هو ليه اصدقاء بنات وبيتعامل معاهم زي ما هم يعني معتادين هنا. المسا